الجزء الثاني ايه هي درجات الانزلاق الغضروفي العنقي وازاي نعرف نفرق ما بينهم. الدرجة الاولى هي درجة الالم، الألم اللي ماسك في الرقبة ونازل في الدراع، ممكن دراع واحد أو الدراعين، وساعات يسمع في لوح الكتف من ورا، ما بين لوحين الكتف يعني من ورا. والألم ده ممكن يبقى تنميل، ممكن يبقى حرقان، كهرباء، سخونية. كل الحاجات دي نقول عليها الدرجة الأولى من درجات الانزلاق الغضروفي. الدرجة الثانية هي درجة الضعف، العيان بيحس انه ايده ضعيفة، يعني الحاجات ممكن تقع من ايده، برطمان الصلصة اللي كان بيعرف يفتحه بسهولة مبقاش بيعرف يفتحه زي زمان، أكرة الباب اللي كان بيفتحها بسهولة بقت تقيلة على ايديه. يبقى الدرجة التانية درجة الضعف. الدرجة التالتة دي الدرجة اللي بيحصل فيها ضغط على الحبل الشوكي، وهنا الضعف بيبدأ يزيد قوي، والعيان بتبقى حركته مش طبيعية زي الأول، وبيحس انه مخشب وان المفاصل بتاعته مش بتتحرك بنعومة زي زمان. دي كده درجات الانزلاق الغضروفي على حسب الشكوى او على حسب ما العيان بيوصفها، لكن طبعا الفحص الطبي هو اللي بنحدد بيه الدرجة، مش شكوى العيان بس. واشعات الرنين والاشعه العاديه ليها دور مكمل للفحص الطبي واللي بتاكد لنا احنا في انهي درجه بالظبط. يبقى اتكلمنا في الفيديو ده عن درجات الانزلاق الغضروفي: درجه الالم، درجه الضعف، درجه الضغط على الحبل الشوكي او الميلوباثي. وكده وصلنا لاخر الفيديو ده. وبرضه نقول نفس المعلومتين: ان اول معلومه ان اغلب حالات الانزلاق الغضروفي العنقي ما بتحتاجش العمليه وبتتعالج في العياده. ان تاني معلومه افتكروا دايما ان الامل موجود. سلام عليكم.